مين فينا بقى ما بيحبش القرص اللي احنا بنشتريها من الافران اللي هي تبقى محشيه بالسكر والقرفه، بيبقى على وشها سمسم كده، بيبقى طعمها بجد حلو قوي. هنعملها مع بعض في البيت بمكونات بسيطه جدا وسهله، متوفره في كل بيت على فكره. وهنعملها وهتطلع معانا بطعم بتاع بره بالظبط، وهنعمل الحركات والتركات اللي بتتعمل في الافران بالظبط. شوفوها معايا وتابعوني بالتفصيل لاخر الفيديو، وشوفوني عملتها ازاي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. يلا بينا نخش على المقادير. معانا 3/4 كيلو دقيق، وبالكوبايات بما يعادل 6 كوبايات دقيق. الكوباية اللي هنستخدمها نعاير بيها كل حاجة. حطينا الدقيق كده على جنب زي ما انتم شايفين، وهجيب طبق تاني هحط فيه كوبايتين لبن بنفس الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق، وهحط عليهم كوبايتين سمنة او كوبايتين الا حاجة بسيطة كده. تمام، هما سمنة يعني كمية كانت اكتر، سمنة زودت زيت معلقتين 3 كده. وهحط كيس خميرة فورية او خميرة من العادية اللي موجود عادي، ايام خميرة المخبوزات. وهحط عليهم 4 معالق سكر ورشة ملح. تمام، دي المقادير السائلة. بالميزان 300 جرام سمنة، 300 جرام لبن، كيلو الا ربع دقيق. بالاكواب 6 كوبايات دقيق، كوبايتين لبن، كوبايتين سمنة او كوبايتين الا حاجة بسيطة. تمام، هننزل الدقيق بعد ما خلطنا السوائل دي كده كويس مع بعض بالمضرب. هننزل عليهم الدقيق اللي احنا كنا طبعا نخلينه وحاطينه على جنب. هو الدقيق بس، مش عليه اي حاجة خالص. تمام، هنخلطه مع المكونات السائلة، مش هنعجنه، هنخلطه بس وهنشيله على جنب. هنجهز بقى الحشوة اللي هنحشي بيها القرص. حطيت 3 معالق سكر، عليهم معلقتين دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، عليهم معلقتين الا ربع قرفة، وهنخلطهم كويس جدا. تمام، وهنحط عليهم معلقة سمنة صغيرة، ومعلقتين عسل نحل، او معلقتين شربات كده من بتاع الحلويات، علشان خاطر يمسك الخليط يبقى متجانس كده، او بصوا زي ما انتوا شايفين هو مش معجن، بس ماسك نفسه، عشان خاطر لما نيجي ناكل القرص بعد كده الخليط ده ما يقعش كده او يفتفت او يبقى مش حلو. لا، هو الخلطة دي يعملوها بالظبط ما بيعملوها كده في الافران. بتطلع معاكم بجد، هيطلع معاكم طعمها يجنن. انا قلت لكم الخليط عبارة عن معلقتين دقيق سميد، معلقتين قرفة، 3 معالق سكر، معلقة صغيرة سمنة، معلقتين شربات بتاع اي حلويات، او لو مفيش شربات من بتاع الحلويات نحط معلقة عسل نحل. تمام، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه، علشان خاطر ده اللي هنحشي بيه القرص. الخليط دوت مع لما بيجي يستوي بقى القرص في الفرن، السكر بيسيح شوية مع القرفة، بتختلط مع السكر والكلام ده كله، بيمسك نفسه بقى جوه القرصة، بيبقى طعمه حلو قوي. هتشوفوها زي ما شفتها في اول الفيديو كده، ما بيقعش منها ولا اي حاجة خالص، ولا عامل زي ما يكون زي ما هو بودر، بالعكس طعمه حلو قوي. هنقطع بقى العجين، نحاول نقطعه بحجم متساوي زي ما انتوا شايفين كده، ونحشيه بالحشو. انا عملت القرص كلها زي ما انتوا شايفينها. جبت طبق تاني حطيت فيه سمسم، وحطيت عليه معلقة سكر، وحطيت عليه معلقة زيت وقلبتهم مع بعض كده. وهننزل القرص في السمسم ونحطها في الصاج على طول. طبعا الصاج مش مدهون ولا حاجة، ويستحسن المخبوزات نحطها في اي حاجة ألمونيوم، يعني بتسوي المخبوزات حلو جدا. العجينة بتاعت القرص لينة طرية مش ناشفة. ممكن نستبدل اللبن اللي انا حطيته في اول في العجين، ممكن نستبدله بمية عادي جدا. هم اصلا في الافران مش بيحطوا لبن، اللبن ده بيحطوا ميه مش بيحطوا لبن، هو ما بيعجنوش بلبن اصلا. بس انت عايزه تخلي العجينه طعمها حلو غنيه اكتر، حطي لبن. مش عايزه تحطي لبن خلاص. آم، ايه تاني؟ ممكن تعملي نص الكميه، مش لازم تعملوا الكميه كلها. انا عامله كيلو الا ربع دقيق بما يعادل 6 كوبايات، انت ممكن تعملي 3 كوبايات بس. وتقللي بقى كل السوائل نص الكميه، كوبايه وكوبايه لبن، كوبايه سمنه. حطوا سمنة على زيت، مفيش اي مشكلة. الزيت على فكرة بيدي قرمشة كده في المخبوزات، بيديها طعم حلو جدا. انا عايزة اقول لكم ان القرص دي كان طعمها بجد تحفة. انا اختي دقيتها قالت لي طعمها عامل زي السينابون، قريب قوي من طعم السينابون. كان طعمها حلو جدا. انا اصلا بعشقها وبحبها جدا، وبحب اجيبها جدا من الافران. اول مرة اعملها وطلعت معايا حلوة قوي.
جربوها بجد مش هتندموا، طعمها جميل جدا وسهلة قوي، وما كلفتناش حاجة. انا زي ما قلت لكم يعني كل حاجة موجودة في البيت، السمنة في البيت والدقيق في البيت والسمسم سهل برضو موجود ان احنا نشتريه، والقرفة موجودة في معظم بيوتنا، فحلوة قوي يعني. بعد ما قرصتها في الصينية سبتها تريح شوية كده نص ساعة، هو كان الجو حر فما قعدتش كتير قبل ما تخمر. وبعد كده دخلتها في فرن على درجة حرارة 180. قعدت بالظبط هو ربع ساعة، وأول ما الظهر هيبقى لونه ذهبي والوش بقى أحمر زي ما انتوا شايفين كده، أو ذهبي برضو، طلعتها على طول. أنا مش دهنة الوش ولا بلبن ولا بيض ولا بأي حاجة خالص، وطالع معانا باللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. جربوها وقولوا رأيكم فيها ايه، بالهنا والشفا.